مدينة الثقافة، مدينة الحضارة، مدينة السحر والجمال والخيال، جوهرة الشرق المرصع بها تاج التاريخ، المدينة التي يتلهف الناس لزيارتها من كل بقاع الأرض ليستشعروا أبهة الحضارة وعظمة التاريخ. حضارة عريقة أبهرت البشرية على مر العصور، حتى أضحت إلى يومنا متحفا مفتوحا للآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية. القاهرة التي يعود تاريخها إلى العام 31 قبل الميلاد، حيث مدينة أون القديمة التي عرفها الإغريق باسم هيليوبلس، وتعرف حاليا باسم عين شمس. في العصر الروماني وصلت العائلة المقدسة إلى مصر هربا من بطش هيرتوس الحاكم الروماني لأورشليم، فاختبأت في حصن بابليون، ثم انتقلت إلى المطرية واستظلت بالشجرة التي عرفت إلى اليوم بشجرة السيدة مريم. وفي عام 641 ميلادية بدأت ملامح القاهرة الإسلامية تظهر بطرازها المعماري الفريد، وذلك مع الفتح الإسلامي لها على يد عمرو بن العاص، الذي بنى مسجدا يحمل اسمه إلى اليوم. وعلى أرض القاهرة أيضا بنيت مدينة الفسطاط والقطائع في العصر العباسي. وفي عام 969 ميلادية بدأ القائد جوهر الصقلي في بناء العاصمة الجديدة للدولة الفاطمية بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي، وأطلق عليها اسم المنصورية. وذكرت بعض الروايات أن جوهر الصقلي الذي كان في الأصل من طائفة الأرمن عمل صانعا للحلوى قبل انضمامه وترقيته قائدا بالجيش، ومن هنا جاءت العبارة الشعبية الشهيرة: اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد حلوة الحلوان. هنا القاهرة التي ضمت الحضارات، القاهرة التي ضمت الديانات، القاهرة التي احتوت الجميع. يحيى الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب. من أجل كل ذلك وأكثر، القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي لعام 2022. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.